انت طبعا اليوم ما جيت لنا يوم الاثنين، وعايز اقول لك في شويه حراك شويه في الموضوع بتاع سعادتك، لكن انت سمعت كلام الاستاذ اسامه، يعني انا الحقيقه بنقله بصوره تكاد تكون شبه امينه يعني عن الاستاذ اسامه سراي. طبعا هو بيكن ليك وكل زميل في الاهرام كل التقدير والاحترام، لكن هو بيقول ان شاف ان المقال يعني مش بيؤدي الغرض منه. تعليق حضرتك على هذا الكلام؟ اخونا العزيز الاستاذ جابر، احنا بنعرف القيم والقواعد المهنيه والصحفيه والاعلاميه. استاذ اسامه سرايا لو كان عاوز يرد على كلام قيل امام مشاهدين وامام وفي شاشه اون تي في، كان من الواجب عليه وفقا للابجديات انه هو يخاطب الناس ولا يخاطبك انت فقط، بالرغم ان انت مسؤول. فبالتالي مخاطبة الاستاذ اسامه سرايا عن طريق يعني قناة توصيل، انا لي عليها اكثر من علامة استفهام واستفسار للاسلوب والطريقة في ذاتها. لا هو عنده هو كان جاي معانا النهارده يا استاذ اسامه. هو المشكلة بس ان هو النهارده عنده حاجة خاصة، النهارده الثانويه بتاعت والده في المنصوره. لا الباقي في حياته. والاستاذ اسامه سرايا اخ عزيز وبيجمعني واياه تاريخ طويل في الاهرام على مدى سنوات طويله اختلفنا فيها واتفقنا فيها، ولكن انا الشيء اللي استوقفني في كل حديثه ثلاثه امور. الامر الاول ان هو بيقول ان مقالي مهنيا لا يصلح للنشر في الاهرام. هذا كلام للاسف الشديد مرفوض جملة وتفصيلا. واسامة غيث ككاتب قامته كبيرة، واسامة غيث كمتخصص في الشؤون الاقتصادية قامته كبيرة، وما يكتبه اسامة غيث وتأثيراته في كل الامور والشؤون الاقتصادية مش محتاج الى حتى رئيس تحرير الاهرام ان يقيمه وان يتدخل فيه. وهذا حديث انا بالنسبة لي اعتقد انه حديث جارح، وسيكون لي عليه الرد الملائم والمناسب. الامر الثاني اللي بأود توضيحه ان قضية ان هناك امور نشرت قاسية وحادة وعنيفة حول مشروع القانون في الاهرام، دي حقيقة. تمام. وده كان مسار تساؤلي وكان مسار تدقيقي. فقيل لي بالنص علشان الامور تكون محددة. تمام. ان مقالتك التي نشرت كان لها تأثير كبير في دوائر صناعة القرار العليا، وتم مراجعة الوزير بشكل حاد وترتب عليه فتح الابواب امام تعديلات في القانون. وحضرتك تعرف وكلنا نعرف ان التعديلات وفقا لتصريحات مستشار وزير المالية حتى الان 34 تعديل تمام. في صلب هذا القانون. طب استاذ اسامه هسأل حضرتك، مش لان مهنية اسامة غيث ولا كتابات اسامة غيث لا تتوافق مع الاهرام او لا تتوافق مع المتعارف عليه، ولكن لان موضوعية ما كتبه اسامة غيث ودقة ما كتبه اسامة غيث واحاطته الكاملة بالموضوع والقضية كانت هي المسبب الرئيسي الذي اخاف الوزير والذي دفعه الى التدخل المباشر والثقيل لدى ادارة الاهرام. طب استاذ اسامه انت راجل قيمة. الاخ اسامه له علاقاته مع دكتور عبد المنعم صداقة ومحبة، وانا بالمناسبة ايضا لي علاقات صداقة ومحبة مع دكتور عبد المنعم لانه زميلي في الكلية وزميلي في الدراسة وبيجمعني به تاريخ طويل. وهذا الامر شيء وادارة العمل والاراء الشخصية شيء اخر. طب استاذ اسامه، كان هناك خلاف في الرأي وهناك خلاف في التوجهات وهناك خلاف في القواعد بقى المهنية والاصول الصحفية وصل الى حدود منع مقالتي من النشر ومنع وطلب مني عشان اكون بقى محدد. والامر انا بقول لك يحتاج بقى الى فتح ملفات كثيرة، وانا اتمنى ان يكون لديك في المستقبل الرغبة وان يكون لديك القبول بان يتم فتح
هذه الملفات الثقيلة عن الأهرام وعن خارج الأهرام وعن المهنة وعن الصحافة وعن التدخلات وعن الرقابة. طيب خليني في المرحلة القادمة، وأنا يسعدني في أي وقت إن أنا أفيض معك في حوار أنا شخصيا بستمتع به معك. ربنا يخليك. طب لكن هذا حضرتك سؤال مباشر وإجابة مباشرة، وده السؤال الأخير: هل ليس من حق الأستاذ أسامة سرايا باعتباره رئيس التحرير إنه يمنع مقال لحضرتك؟ من حق رئيس التحرير في أي مطبوعة على امتداد العالم، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمام. أو في موزمبيق أو تنجانيقا أو رواندا اللي فيها حرب أهلية، إن هو ينزع مقالا. ولكن نزع المقالات ومنع المقالات له قواعد وله أصول وله ترتيبات متعارف عليها بين أبناء المهنة. ما ربما يا أستاذ أسامة في الطبعة الأولى ثم تحذف من الطبعة الثانية، فده ما كانش إثارة تساؤلات حول شخصي ككاتب، كانت إثارة تساؤلات بالدرجة الأولى حول كفاءة إدارة العمل ونظام العمل في الأهرام، وقرارات متناقضة وقرارات بتختلف من لحظة وأخرى وساعة وأخرى. إذا كانت هناك قاعدة ترى أن مقالتي غير تتعارض مع أمور مهنية أو سياسة تحريرية الأهرام، كان يجب أن تمنع من اللحظة الأولى، وكان يجب وصف كاتب له مصداقيته وله وضعه لدى القارئ ان يتم حوار ونقاش موضوعي معايا حول المقالة تفصيلا. هكذا يتم في كل الصحف ربما يا استاذ اسامه كلام حضرتك المتقدمة وفي كل الصحف التي لها قيمة ووزن الأهرام، لأن الأهرام طول عمره ما بينشرش فقط ما يتفق مع رؤية رئيس التحرير. الأهرام طول عمره قيمته قائمة على التنوع في الرأي، التنوع في الفكر، التنوع تمام. في الطرح. ودي الأهرام المتعارف عليها يا أستاذ أسامة، دي الأهرام اللي احنا عارفينها، ودي الأهرام أتوقع برضو ان الأهرام أكبر بكتير من المسائل الموجودة دي. وأعتقد برضو ان في الفترة الجاية يعني قام بقامة الأستاذ أسامة غيث، وقلم محترم جدا بنحترمه ونقدره، وقام زي الأستاذ أسامة سرايا رئيس التحرير برضو بنحترمه ونقدره. وإن شاء الله أنا أتوقع أنه الأهرام أكبر من تلك المسائل أو تلك الأمور، وأعتقد أن الفترة الجاية هتكون أفضل بكتير بكتير من اللي فات. يعني الأستاذ أسامة غيث أشكر حضرتك شكر جزيل. ومين تاني بيتكلم؟ ده الموضوع مش هيتقفل النهارده ولا إيه؟ مين؟